في لقطة منه لترويج عن فيلمه الجديد، طلع علينا الفنان النجم محمد رمضان وعلق على الإغلاق المبكر وتأثيره على فيلم أسد، وقال ثقة في الله هنشوف نجاح ونوع جديد من النجاح واحنا في ظهر بلدنا، وثقة في الله الفيلم هيعجبكم. الفنان محمد رمضان عبر من خلال فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع انستجرام عن تأثير الإغلاق المبكر 9 مساء على إيرادات فيلمه الجديد أسد. فيلم أسد بطولة محمد رمضان وماجد الكدواني وعلي قاسم ورزان جمال وأحمد عبد الحميد وكامل الباشا وإسلام مبارك وركان سعد، من إخراج محمد دياب. قال الفنان محمد رمضان وحشتوني طبعا، وعايز أتكلم عن الفترة الصعبة اللي بنمر بيها لتوفير الطاقة وقفل المحلات والسينمات من الساعة 9 مساء. احنا في ظهر بلدنا ومتحملين الأزمة دي، وده الشعب الأصيل الصبور. قال إن الإغلاق ده هيأثر أكيد على الفيلم وعلى الإيرادات، وده فيلم مهم جدا بالنسبة لي، إني غايب بقالي 3 سنين، همني إن أكون واخد الفرصة الكبيرة. كمل محمد رمضان وقال لكن أنا بوعد اللي بيسمعوني إن كل نجم داري بجمهوره وكل نجم حافظ جمهوره. أدرى واحد بجمهوري وجمهوري اللي نجمه غاب عنه 3 سنين وفضل فاكره وبيتذكره في شهر رمضان، اتبادلوا مشاهد ليا فيه شهر رمضان بأعمال من 10 و11 سنة. جمهوري أنا أدرى بيه، حافظ بوعدي اللي بيسمعوني في الوقت ده إن حفلات الصبح هي اللي هتبقى حفلات ضعيفة في السينما. السينما هتشهد شيء جديد من نوعه، يبقى أول مرة نشوف الحفلات دي فيها زحام شديد، حتى هتكون من الساعة 9 الصبح. ثقة في الله هنشوف نوع جديد من النجاح واحنا في ظهر بلدنا، وثقة في الله الفيلم هيعجبكم. نتمنى للنجم الفنان محمد رمضان نجاح فيلمه الجديد أسد ويكسر الدنيا كالعادة. بالفعل الشعب العربي والمصري مشتاقين لأعمال محمد رمضان في رمضان. بنتمنى نعمل مسلسل في 2027 الموسم الماراثون الرمضاني، نتمنى له دايما النجاح وإنه يكسر الدنيا كالعادة.